اهلا وسهلا بيكم يا حلوين. النهارده هنعمل بقى طريقه فراخ لكن رائعه. هنعمل دبابيس الفراخ لكن بشكل جديد وشكل رائع. ان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين ازاي بتجنن؟ يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجه معايا 2 كيلو من دبابيس الفراخ. ما شاء الله عشان الدبابيس كانت محمله معايا وكبيره، هبتدي اشرحها او افتحها كده زي ما انتم شايفين، فتحات كده من كل جنب بعد لما اغسلها كويس قوي. وزي ما اتعودنا مع بعض، لازم محلول النقع لأي فراخ معانا أو طيور عموما. أول حاجة معايا في طبق عميق كمية كبيرة من المية، هنزل عليهم بليمونة كاملة تكون كبيرة، وعليهم معلقة من الملح ومعلقة من السكر تكون كبيرة برضو، ومعايا ورق لورا ومعايا حبهان. هبتدي اقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، هدمج كل المكونات مع بعضها زي ما انتم شايفين كده، وهدوب الملح والسكر على قد ما اقدر. في الوقت ده بقى هبتدي انزل بالدبابيس اللي معانا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالكمية كلها وهسيبها في محلول النقع ده لمدة ليلة كاملة او على الاقل ساعتين. المهم ان هي تكون في التلاجة وتكون متغطية كويس قوي. هنسيبها ليلة كاملة او على الاقل ساعتين اتنين، بس ما تقليش عن ساعتين. هنيجي بعد كده نبتدي في التتبيلة بتاعتنا، اللي هي بتكون معلقتين كبار من معجون الطماطم او الصلصة المعلبة. معايا معلقة كبيرة من عصير الليمون او ممكن ليمونة كاملة، ومعايا ربع كوباية من الخل الابيض، ومعايا كمان معلقة كبيرة من العسل الاسود، وممكن نستبدلها بدبس الرمان بيكون برضو حلو جدا، وهي دي اللي هتدي اللون وهتدي الطعم للفراخ. اوعي تستغني عنها، بجد هتفرق جدا في الوصفة. ومعايا كمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ المشوية، ممكن تستبدليها ببهارات الفراخ العادية مش هتفرق كتير. ومعايا كمان بابريكا، فلفل اسود، وملح، وبهارات اللي هي السبع بهارات، ومعايا كزبرة جافة او ناشفة، كل حاجة منها معلقة صغيرة. هبتدي بقى ادمج المكونات دي كلها مع بعضها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا عايزاها زي المعجون كده، شايفين ما شاء الله بالظبط هي نفس طعم الباربيكيو صوص. رائعة بجد، حلوة قوي وبتفرق كتير قوي في طعم الفراخ. التتبيلة دي تتبيلة مميزة قوي. هنزل كل الفراخ بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اقلب فيها تقليب كويس، وادخل كل التتبيلة في كل الفتحات اللي احنا فتحناها دي علشان اللحم كله يتشرب من طعم التتبيلة معانا. بيكون ده شكلها بعد لما نقلبها كويس قوي. هنغطيها بقى وهنسيبها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. انا سبتها ليلة كاملة في التلاجة. كل لما نسيبها مدة اطول ده بيفرق كتير قوي في طعمها وفي شكلها، وكمان في طراوة اللحم من جوه بيكون لونه ابيض وطري جدا. فهنسيبها كده لمدة ليلة كاملة. ده كده بيكون شكلها بعد ليلة كاملة، بتكون اخدت من طعم التتبيلة، وبتكون اللحمة بتاعتها من جوه بقت طرية. هبتدي بقى دلوقتي اجيب صينية واحط عليها ورق زبدة. لو مش عايز تحطي عليها ورق زبدة مفيش مشكلة خالص، هات صينية عادية خالص ودهنيها بالزيت، وابتدي رصي فيها دبابيس الفراخ بتاعتك. ممكن على فكرة تستخدمي فرخة كاملة وتبتدي تقطعيها كده ل8 اجزاء، وتبتدي تعملي نفس الطريقة دي. فاتبقى معانا دلوقتي انا بعد لما رصيت الصينية كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، اتبقى معايا كده تتبيلة. مش هسيبها، انا هنزل بكل التتبيلة اللي فاضت معايا ديت فوق الفراخ كده زي ما انتم شايفين. في الوقت ده اكون بسخن الفرن يكون سخن جدا على اعلى درجة. هدخلها اعلى درجة معايا لمدة ربع ساعة، وهبتدي بعد كده انزل درجة الحرارة وتكمل سواها على درجة حرارة متوسطة. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هبتدي بقى اقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده وهم، بجد وهم، ما شاء الله. اللحمة من جوه جميلة، الشكل من بره اصلا يجنن. هي اخدت سواها كله من تحت من الفرن من تحت، انا مشغلتش الشواية خالص. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ ما شاء الله جميلة بجد. انتي بعد ما تخرجيها من الفرن كمان ممكن ان انتي تحطي فيها فحمة، بجد بتنقلها في حتة تانية. ياريت بقى لو وصلت لحد هنا تفعلي زر الجرس واللايك والشير.